ازاي من اول يوم تقدر تعمل اول عدة عقله ليك في حياتك؟ كل اللي عليك اللي انت تنزل تكتب لي كلمه السر في الكومنتات يا متين يا رب، ويلا بينا. اول حاجه يا كابتني هنجيب وزن يكون مناسب بالنسبه لك، مثلا يكون 10 كيلو او حتى 12 كيلو. هتثبت ظهرك في الحيطه وتفرده كويس قوي وتبتدي تسحب. 1 2 3 4. تعمل على الحال ده 15 عدة في مجموعتين. بعد كده هتروح على السميث موجود عندك في كل الجيمات. هنشتغل عليه 3 حركات أساسية. أول حركة اللي أنت هتمسك في مستوى كتفك، تعمل إيدك كده، بعد كده تنزل تمسك في مستوى الكتف، تنزل تحت البار بالظبط، وأنت تاني رجلك كده تفرد إيدك وتسحب لحد فوق. 1 2 3. هتعمل من الشكل ده 15 عدة مجموعتين، تستريح يوم وتخش بعديها نفس التمارين الاولاني. بعد كده هنغير الشكل ده، هتبتدي ترجع رجلك قدامك شوية وتسحب عند الصدر. 1 2 3. تعمل 15 عدة مجموعتين وتستريح يوم، عشان احنا كده فاضل لنا يوم واحد بس هتعمل فيه نفس التمرين. بعد كده تمسك في مستوى كتفك، بعد كده تفرد رجلك حبة صغيرين، تقفل، بعد كده تسحب. 1. يعني الحركة ظهرك بيكون مفروض كده، مقفول كده، تقوم انت مطلع صدرك وساحب لفوق. 1 2 3. اول ما تحس انك قادر تتحكم هنعمل الخطوة المهمة جدا. يلا بينا نرجع تاني عند مكان العقلة بعد ما كنا مرينا بالمراحل دي كلها، وهنجيب كرسي علشان هنعمل حاجة مهمة جدا. هنعلم الجهاز العصبي بتاعنا ازاي يفعل العضلات المسؤولة عن تمرين العقلة. هنطلع هنا، نمسك مستوى كتفنا، نتشعلق فوق وننزل على قد ما نقدر ببطء. اول ما نوصل لهنا نقوم طالعين تاني برجلينا، مثبتين نفسنا كويس ونازلين تاني ببطء لحد ما ننزل تحت. هتكرر العملية دي في اليوم ده 15 مرة، مجموعتين، تستريح 3 دقايق على الأقل ما بين كل مجموعة والتانية. وبعد كده هتاخد 3 أيام راحة عشان هتكون جاهز اللي انت تقدر تعمل أول عدة عقلة. تعرف يا كابتني، أنا فعلا أول مرة أعمل عقلة ما كنتش متخيل ومش مصدق اللي أنا قدرت أطلع أساسا. الموضوع كان بالنسبة لي حاجة جنونية جدا، اللي أنا أقوم ماسك كده وعامل كده وساحب نفسي لفوق. لا، انت لازم تجرب الاحساس ده. تستحق تحس انك قدرت تشيل وزن جسمك، تستحق تحس انك قوي. ارجوك اعمل متابعه عشان في فيديوهات من دي جايه كتير، وكمان شير لصاحبك عشان هو كمان يقدر يعمل عقله ويشجعك اللي انت تقدر كمان تعمل عقله. ولو محتاج نظام تدريبي او غذائي مخصصين لاهدافك ابعت تسالني عن باقات التدريب الاونلاين. اهم حاجه خلي عندك يقين بالله. سلام.